هذا ليس كلامي، هذا كلام الله. الله هو الذي يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا، اخترنا من 100,000 اختار الله حبيب وكذا عيسى وعيسى وخالد. اختيار هذا من الله عز وجل حتى تكون إلى بيت الله. سپورت زالی صبرش بختار و صبرش قشاب بختار شو قرآن خرجة شو القرآن عم يديتها. وفي القرآن لا يوجد إلا 3 اختيارات من الله عز وجل. الاختيار الأول للرسل، الله تبارك وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو ما دات شو ده القرآن شو هو ما دات شو خرج من صح بيه مرابم بيه مرا دال عنده حق واسطة بيه مرجع ناهر بيه ملك يختبر. والاصطفاء الثاني للشهداء، ربنا يقول: ويتخذ منكم شهداء. شو لا برجع وازوت بين الرجال دال شو وازوت بو يعني دال خرج من بندق ناخر تويست حخرج أنا خوي سوي خيره وازوت بو بيز. والاصطفاء الثالث أنتم أهل القرآن، لأن الله هو الذي يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اخترنا، اصطفينا من عبادنا. قال برجال شو بقول كي قرآن عملي ليت الرجل ما سيد يعني في خرج شو حدا وده دال قال مدال خرج قال شو. فهذه نعمة عظيمة من الله لكم تستحق الشكر لله عز وجل. يا شكر ليت نعمة تيرو خاصة بيبي نعمة تيرو شو. ثم بعد ذلك هنالك الملائكة. أنتم حينما تأتون إلى هذا المسجد الملائكة تستقبلكم وتمشي معكم وتضع أجنحتها لكم رضا بما تصنعون، تتذلل لكم هكذا تواضعا من الملائكة لكم لأنكم تلتمسون طريقا للعلم. شو هذا وجهنا ملائكة جه مارشل شخيت شو ملائكة جه قامش قلب يكشونه مارش ضاغط شو يعرف حست شو يوم ملائكة شو ثاني يوم دائما. ولكن إياكم، هناك شياطين الإنس وشياطين الجن لا تريد منكم أن تأتوا إلى هذا المكان. شيء تاجد يوضح وشو حدث ديتش شو يخدم حتى سحب عشان شوفوا شيء تاجد شو الله بيوصل شيء. شياطين الإنس يقول لك: اترك، لماذا اليوم تذهب إلى المسجد؟ تعال نلعب الفوتبول، تعال عندنا لعبة بلاي ستيشن، تعال نذهب إلى نلعب. إياك لا تسمع كلامه، هذا شيطان يريد أن يبعدك عن القرآن. سايو إيلاش كل يوم سنجي يلا حيجيك سبعة عند فوتبول لوس حين بسبت تراخت بلاي ستيشن لوس حين تليفون لوس حين سايو إيلاش يقوسو بعد سيتو إيلا ودور بديش. وهناك شياطين الجن أيضا يأتون: لماذا تذهب؟ لماذا تتعب نفسك؟ لن تستطيع أن تحفظ القرآن، اترك يا أخي، العب، الهو، اغتنم وقتك أنت الآن، لا تذهب إلى المسجد، لا تحفظ القرآن، ما الذي ينفعك؟ هكذا يقولون شياطين الإنس حتى يصدوكم، فاحذروا من شياطين الإنس والجن. شو هذا داخل يوم صحيح أزبط كدوش شو أنا إيلاش يقوسو سونا حماش حباب ديتر ديو أبوشا شو أنا إيلاش يقوسو سونا حبار وجه لسبت كيشانو حبار وجه فوتبول كيشانو حبار وجه قيق دوغ عماش كيشانو لور لي ديشو تعمل دا شو قرآن قجل أصبح عندي قرآن ثاني يوجد شيخ يوات سيش خش حمار قرآن غير. ثم عليك بالصبر على طلب العلم. هناك صعوبة، نعم، هناك آيات تأتي صعبة، نعم، ولكن عليك بالصبر والمواظبة وعدم الإحباط حتى تبقى تحفظ كتاب الله عز وجل. تقول سورة تشكله آية تشكله خلدوش مثلا نساء سورة نساء خلدوات مثلا خلد ليه حتى سطروا جو ساروا دي جو سنشد على هدولي سخلوا شبيري والله شد على هدولي بعثوا أكتوا يواقي شدوا يبقى حد لسه توبوا ساروا إن شاء الله. الإمام الرازي من كبار العلماء ولكن كان سيء الحفظ في البداية، فلما وبخه شيخه ذهب في الطريق حزين جالس هكذا
انتبه فإذا صخرة، حجر كبير محفور هكذا، ما الذي حفره؟ وإذا نقطة تنزل من فوق طق طق طق، وإذا بمرور الزمن حفرت الصخرة. فقال إذا بالتكرار أستطيع أن أحفظ. عاد إلى المسجد وكرر وكرر، وصار الإمام فخر الدين الرازي من كبار العلماء. هو عالم سنة 55 قوة جوزة والله بيحكوا 50 عام عند ساعة شو بسنة عام عند ساعة تحت ساعة من الرياض وأشي عارف يعني عوها هنوزو عوها عقيل واغش غير غني والله جه عبد يلخش باخي تدمجدي عبد يلخش باخي تدمجه بتون دي قدر بتون أزيوه يا خنيوخ عني الشداع عدي يلخش خلشه بتون تحت تدل عمل بيقول جوق تسي جوق عشاق از بولجي قيت لا وجوق تحت سايت عمر ثاني خلونا ستوقر ثاني لا حد المكسون يعني هو عمدة يو ديك بتشقوان تصبح عنسي وفق عالم سكنة وغرب عند يحتاج. ثم بعد ذلك هذه الأعمار التي أنتم فيها هي أنسب الأعمار لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا توجد عندكم مشاغل، لست مطالب بأن تعمل حتى تأتي بالأموال لبيتك، لست مطالب بزوجة ولا أولاد ولا إخوة، أنت مدلل الآن هو العمر المناسب للحفظ. لماذا؟ قالوا النقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. تهن شو يقول جو خا باش يشو إتشو سيد شو ما مش دانشن تقع عمل سقطوا ولا عمل بال خلص بيش خيش ودريو تعود ديش ما تديش شدا خاش دي يا عم فيش لا تجي خرجي يزت تخي يزت لخي يزت شنو زبا عنتي تهن شو اشكي جو خا دعوي يغي جو زعيد وولش كان ديش يا دو ديش خيرت يا دا يوازو سندش ولا ويت او شرح موالي ويك دائما خيرت وهو عيوازو يا ديش تدعمش دوس دوس ازمود شو انا وعين ديش يا دو ديش لذلك لو جاء الآن واحد وكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم حفر هكذا على الجدار، تأتي بعد 500 سنة تجد هذا المحفور، لأنه كما قال العلماء الحفظ في الصغر أنتم كالنقش على الحجر لا يزول، أما الحفظ في الكبر كالنقش على المدر على البحر. اذهب إلى البحر واكتب اسمك، أنا مأمون شعبان الراوي، راح انتهى. فهذا العمر هو المناسب للحفظ، فاغتنموا الوقت للحفظ في هذا العمر. تنبلي والله هم لي اشكل لي عوي بكتا عيا اشتاق مش دول زوق ما سيت 10 على الدات اسمه ده يوز عين بوش هان عنده عمله دوش عم على الدات سكير تشلو تويستي نيس واش عمدوي نيس دوش عود شلو تن مهارجي جوش عمدوي تن عود شلو تقدر تدوق عمدي غير ترى دوق حشدات جوز ما انت زين دوش عن عمدي. ثم هناك شيء آخر، هذا عقل الإنسان كهذا الكأس. هذا الكأس أنا وضعت فيه حبر، وضعت فيه قلم، وضعت فيه ساعة، وضعت فيه، وآتي الآن إلى الحفظ، ما بقي إلى هنا، لا يتسع الحفظ. لذلك لا تشغل ذهنك بشيء آخر، لا تفكر إلا بالقرآن الكريم. فإذا ما فرغت كل همومك بالخارج اتسع هذا للحفظ القرآن الكريم. مثلا وبيواش إذا كيدي يقدر ويحماش أشياء كرجع حلق ويسقي لقلو تحت أزمو بيوقشنا حاقلش فيستشم كيف تشيل إيلاش وجدوقها إيلاش ملو حلق زوج وقور شيء جواش إيلاش يجدو القرآن ثاني قطن خليه شيء إيلاش بعاكم ملو إيلاش بعيوق يوم مثلا سبيلاش بعاكم الله حمد عليها خشية تسن خيدو سديتي ده قطي عدوت ميتي فوقيو أزمو حم عمدي ميتي دوسي ديشو أنو إيلاش كا شيء جواش إيلاش سيج القرآن ثاني توصل القرآن ثاني إيلاش. حتى في حال الحفظ، في وقت الحفظ أنت لا تشغل نفسك لا بنظر ولا بسماع ولا بكلام إلا في القرآن الكريم، لأنه أيضا هذا الكأس هو عقلك وذهنك وذاكرتك. حينما أنت جالس هنا وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ذهب فلان قام فلان، وتنظر هنا وتنظر سبحان الله هناك مصحف وهناك كتاب. لذلك ذهبت إلى مدرسة لحفظ القرآن للباكستانيين والهنديين، يضعون الطاولة الحفظ على الكتاب
ووجهه على الجدار، لا يرى صاحبه، لا يرى شيئا إلا القرآن، لا يسمع شيئا إلا القرآن، لا يتكلم إلا بالقرآن. ففي هذه الحالة ينحصر، يفرغ كل الذهن فارغ، فكلما وضعت آية حفظت، آية ثانية حفظت، آية ثالثة حفظت. أما إذا وضعت ظهرك هنا وأردت أن تحفظ القرآن، ما شاء الله، من أين اشترى هذا القميص الجميل؟ هذا ما شاء الله هذا فلان. تذهب الذاكرة تمتلئ بمعلومات ثانية، فيجب تفريغ الذهن حتى وقت الحفظ حتى يتسع ويرسخ ذلك الحفظ. بقتي غاح القرآن عمي عقين جو بيعايو دقة حماش بعد روحن يوق ده عيش عيو بعد يشقاش سدي يشقاش عيو حناها ديو جو برد قشتي لا بينا حلقي حماش كي لا لامبش كيشكي حماش ده عيش عيو اصبع عن سي إيلا دوخ عيو لا راح نختش خنوشي يوق تيجي قرآن مشتيش المشت عمدو ليا تبينا لا تجيزي سبينتر شيء بعد حسبوها خوجي قاعد بعد تقول ايش عمدو له حنا شيء إيلا ده حيوقي وتشقش عبر القرآن ثاني ما كا بوزن فبواتش. ثم بعد ذلك القرآن كما قال العلماء سريع الحفظ سريع النسيان، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه لنا الآيات القرآنية المحفوظة تتفلت. ما معنى تتفلت؟ تريد أن تهرب، تتفلت كتفلت الإبل في عقولها. الإبل الجمل يأتون إليه في الأرض في الليل حتى لا يهرب، يجلسون على الأرض ويضعون هنا العقال الخيط في ركبته، وهذا ينتظر متى يأتي الصباح. أول ما أتى الصباح وجاء الراعي صاحب الإبل ثم فك هذا الخيط، الإبل تقوم هكذا بسرعة. فالقرآن حينما يحفظ يتفلت إن لم نتداركه بالمراجعة، يتفلت ويهرب وتنساه سريعا. قرآن أجر سخا عمدو جدو حمدو يو أجر سخا دسكو جدو حمدو يو يلشنو عليه الصلاة والسلام مسل دو ديدو إنكلا يدش سنة إنكلا وريحقش سنة بعد ودش حمدو عندي قرآن مشته إنكلا دولا يوجو سدعا خيتو إنكلا قونا غيك جدا غيودة تجو عيوج زيو بس ميحتاي عن توزا دست حلوة تجي حوة تجو سرادو السنة ددرا قدالرا دستلرا سهدشو عنو قرآن ثاني دو قاضي عن تكرار ديشو تكرار دو قاضي ديشو وقفتر دو قاضي. ثم هناك أمر آخر، أحيانا يتأخر الحفظ أو يقف عند صفحة واحدة، كان يحفظ في اليوم صفحتين ثلاثة ولكن تأتي صفحات هو مشغول، هو مهموم، ساء حفظه، لم يحفظ هذه الصفحة. ماذا يفعل؟ يترك الحفظ ويذهب يصلي ركعتين وفي السجود يا ربي يا ربي أنا عبدك فلان، أنا عبدك خالد، أنا عبدك حبيب، أنا عبدك إسماعيل، تركت كل شيء وجئت إلى حفظ كتابك، يا رب سهل لي الحفظ. ادعو الله تبارك وتعالى ييسر لك بإذن الله عز وجل. هذا فيديو القرآن عن مثلا إكستروش عن داوود يا أصلا إنسان بس هذا فيديو يو كستروش وورستروش إكستروش مع عن فيديو سخان فيديو شو تي قرآن عادي تعو شركة سنة كلامي دالي قي فيزو دالي فاستو فيزو وزن ديالا قرآن عم نسبة على قرآن عم توفيق دالع حفتي توفيق دالع وزن دالي فاستو لي أقع عند قرآن عنديش. هكذا إذا واطلب دعاء الوالدين البابا وماما يدعون لك، هذا كلها مما يساعد على حفظ القرآن بإذن الله عز وجل. يعني دازنا ديش دور دي ديزل خوشن جبت الفيديو أصبح عنسيه سدا سنان دور ديسون سون قرآن ديك عمد الدولج قرآن أزعافه حفظ يسون توفيق الدولج دور ديسون أو ديزو يعني دازنا ديش دور دي إذا ديزل خوشن. كان علماؤنا يوصون في أيام الامتحانات على أسماء الله الحسنى، وهو يا عليم يا هادي، ومنهم من يوصي يا عليم يا خبير. فإذا كررت يا عليم يا خبير إذا ساء حفظك وضعف حفظك يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا هادي يا عليم يا هادي، ييسر الله تبارك وتعالى الحفظ والثبات الحفظ إن شاء الله. يا ترجمي وين خوشو أو عمي يجي مثلا يا عليم يا هادي يا غيو يا عليم يا كبير يا غيو
يصير دائما سبفتر يهتشخولي قرآن عمد الجاهي حفظ ديك يا خلر جاهي قارغتو أهتو يكي شوي وصبح أنت إجدوقا آدليزو وصرج آدليزو سبعاش حقيتي لقو بفتر يهدري ديك يا حشتو أغضيو كيشكرا. ثم بعد ذلك هنالك شيء آخر، وهو أنه القرآن إذا حفظ القرآن لا يكفي، المهم بعد حفظ القرآن أن نطبق ما في القرآن. كل واحد منكم نريد منه أن يكون كما يقال قرآن يمشي على الأرض. يعني لا ينفع القرآن يقول ربنا تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، ثم لا تسمع كلام أمك وأبيك وتعق أمك وأبيك. قرآن الحمد لله دوغ ذات قرآن حدور معاني دي دوغ شون دشون كذا لا خيال شون دشون قرآن دوغ معاني اشتير كل ديش اشقاط شديديزو مثلا دياس نزديك خلط يشميت دي دائما دياس نزديك خلط يشميت قرآن عديش تو دياس نزديك خلط يوشي تفول تنسو اصبح عن سير قرآن معاني اشتير كل ديش تو ياخذ يدزو يعني. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، أنت تحفظ القرآن وتقرأ هذه الآيات ثم تذهب وتسب الناس وتشتم الناس وتستهزئ بالناس، لا يسخر قوم من قوم وتسخر من الناس، هذا طويل هذا قصير هذا فقير هذا ملابسه، لا ينفع. إذن يجب أن العلم والعمل، حينما تحفظ تعمل بما تحفظ إن شاء الله. القرآن شيء عندي وناخذ ديك الله ناخذ نقدر الله عن أصبح عن شيء وعشي قرب مقدارته عني خشي يخاية مثلا عني اليوم شكل حواس قدر شيء وعشي جزء مقدارته أصبح عن شيء ناخذ جزء مقدارته نيا غلط تشتخ مقدارته نيا غلط تشحيل مقدارته شيء سلبي شيء عمق عجيزه أصبح عن شيء ده شيء وعشي نقدر نشخلج أنشوف. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نعمل له نشيد إن شاء الله. نشيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. نوروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها تمحى السيئات بها تنمو الحسنات بها تنهل الخيرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. ذاكروها لا يشقى لا ينال فراقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. جمعت معنى التوحيد ودلت إلى مزيد كرر أيها المريد
إلا الله